اتخيلك تشعر اثناء وجودك بحضره الامام علي انه انت مسنود، يعني انه انت قوي. يجيك هذا الشعور فعلا؟ شلون ما يجيني؟ شلون اكو بيت شعر: لا عذب الله امي فقد غذتني يعني حب الوصي واشربتني في اللبن. فعلا انا ترددت عن الناس، ولكن انا بمرور الحياه، بتجارب الحياه، بقراءاتي، عشقت علي الانسان. يعني بكل صراحه احنا دائما من نروح الى حضره الامام علي نتمتم ببعض الكلمات، نقول بعض الاشياء، نشكي هموم، نشعر بالطمأنينة عند شكوانا في هذا المكان. انت تشكو همومك بهذا المكان؟ واستلهم القوه، صفي روحي، تصفي روحك، صفي روحي الى هذه المرحله تشعر بالقوه، بالذات الفجر الصبح. اي احكي لي انطباعك، احكي لي، خلينا نعيش اللحظه بهذه المرحله. أي. اقول يا علي، وحتى قلتها انا في احدى المحافل: لو كان علي موجود لقال بيعوا ذهب القبه واعطوه لذوي الاحتياجات كي يعيشوا كنوع وكانسان طبيعي. في اي لحظه يعني